يا مساء الفل والياسمين على كل اخواتي ومتابعين المحترمين في كل مكان. وصباح الخير لو بتشوفينا الصبح، واسفه في اول الفيديو كده على صوتي لان لا واضح ليكم ان انا واخده دور محترم. ادعوا لي كده ربنا يشيل عني. هنعمل مع بعض كده روتين، وقبل ما نخش في الروتين حابه ارحب بكل اخواتي وحبايب قلبي اللي انضموا لينا. شرفتوني ونورتوني يا غاليين، ربنا يديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا. ويا ريت لو فيديو النهارده عجبك ما تنسيش تعملي لايك تشجيعا منك للقناه طبعا. و... وكمان اللايك بيعلي الفيديو ويقترح لاكبر عدد من الناس كده. اول اليوم جبت لبن كده وبدات احطه في الحله كده، احطه على النار لان انا محتاجه، فقلت اكسب وقت عبل معرض معاكم المشتريات كده اللي انا شارياها يكون هو غلى باذن الله. كده اهو طبعا عيني عليه لان ممكن يفور وما اخدش بالي. بوريكم بقى المشتريات اللي انا اشتريتها ديت، وهي عبارة عن المانجا والجوافة والتفاح والعنب. دلوقتي انا بشتري الحاجات الضرورية جدا جدا جدا، ما عادش خلاص بقى زمن الترفيه ان احنا نشتري حاجات ونسيبها تتركن عندنا وتبوظ ونرميها ونشتري غيرها فحرام، اكبر حرام بصراحة. اسفة جدا على صوتي. دعواتكم بقى ليا لان خلاص دخلت الشتا ديت بالنسبة لي انا، فبتكون تعب وكده فربنا يستر. وطبعا انا حبيت اعرفكم الاسعار بصوتي، كنت لسه ما دخلتش في الدور قوي. حسيت بقى بالتعب داخل عليا دور التعب، طبعا اي واحدة بتحس بنفسها. وطبعا احنا كستات بيوت ما ينفعش ان احنا بقى نسيب بيوتنا واولادنا ودنيتنا وننام بقى ونستسلم للتعب، لا طبعا. فانا لما حسيت نفسي ان انا خلاص كده قلت لا انا لسه كويسة الحمد لله، انزل اجيب مشترياتي بحيث لا قدر الله ان لو ربنا سمح بتعب او حاجة بقيت الاسبوع فيكون عندي الحاجة بتاعتي، ما اضطرش انزل واتبهدل وانا وانا تعبانة. بوريكم بقى كده وهعرفكم الاسعار. الشتاء بقى ونزلات البرد وكده، فلازم عن التفاح كده يقوي المناعة شوية معاهم. كده التفاح ده ب35، والجوافة دولت 2 كيلو ونص ب30، يعني بسعر الاتنين ب25. وجبت كده المانجتين دولت ممكن اشيل واحدة للتفريز وناكل واحدة كده. ودولت ب35 جنيه الكيلو. والعنب ده العنب البذر ابو بذر ده اللي طلع كده، العنب ابو بذر اهوت كده ده كده كيلو ونص ب22 ونص من سعر 15. وكده لو شايفين معايا الخيار ما شاء الله كده، ما شاء الله الخيار كيلو ونص ب10، يعني رخص شوية. معايا كده الفلفل الالوان ده ب20، جبت نص بس ب10. معايا البطاطس ب35، دولت اتنين ب35، يعني بسعر 17 ونص. وجبت بطاطا من سعر 6 جنيه، جبتهم 2 كيلو. وانا عندي كام وحدايه هزودهم، هعملهم مثلا هشويهم على مرتين. معايا كده طماطم، الطماطم ما شاء الله بقت كويسه، بقت ب10 جنيه، جامده وزي الفل زي ما انتوا شايفينها كده. ولقيت مكرونه شريط، لو واضح لكم كده مكرونه شريط، الشريط ديت من سعر كلها ب18 جنيه. ماشي. الرز ده قديم من سعر 23 جنيه، حلو. ما شاء الله بيزيد وبيبقى حلو، وبرده بنضاعف الكميه بشعريه لسان عصفور اي حاجه بنضاعف الكميه. جبتهم دولت 3 كيلو، والحمد لله فضل ونعمه من ربنا. ديت مشتريات الاسبوع كده. وزي ما قلت لكم انا عندي فلفل وليمون، وما بقتش بجيب الا الحاجات الضروريه. وبالنسبه للتفريز زي ما قلت لكم احنا ما عادش خلاص وقت ان احنا يبقى معانا مبالغ نحوشها للموضوع ده. ممكن انت مثلا لو بتاخدي مصروف باليوم وعارفه توفري منه لنهايه الاسبوع يكون معاكي مبلغ تشتري بيه كنبه تمام. ما معكيش بقى ومثلا ماشيه بالاسبوع كده زي حالاتي، هتشتري مثلا زي ما عملت كده مثلا دولت 2 كيلو، يعلم ربنا الاتنين دولت 2 كيلو وربع. هاخد مثلا اسيب الكبيره شويه ناكلها
وايه وصغيره شويه هشيلها زي ما عملت معاكم المره اللي فاتت، ان انا كنت جايبهم 4، بقينا 2 ناكلوهم و2 ايه شلتهم. معلش على الصوت هفصل. هبدأ بقى ايه اشيل معاكم الحاجات اللي عايزة تتشال، اللي مش عايزة غسيل ايه هشيلها. إيه مثلا شلت المكرونة كده، وبرضو هفضي الرز في العلبة، انا عندي في العلبة لسه رز وكده، فهسيبه برضو ايه لما يخلص، لان ساعات البياعين بيجيبوا نوعية غير نوعية الاسبوع اللي قبله، فاهميني؟ فهاخد ايه اسيب دولت اللي انا بستعملهم لحد ما اخلصهم وايه واحط الجديد في العلبة. بوريكم انا طلع عندي إيه 4 عندي 3 بطاطات قدام، هاخد بطاطاية واحدة بس عليهم يبقى كده 4، واتبقى كمان ايه 4 دولت هنقعهم ايه هعملهم النهاردة ان شاء الله في اليوم يعني ايه اللي كنت شغالة فيه ده. وسامحوني لو بأثر في الفيديوهات، لان زي ما انتوا شايفيني انا تعبانة، وصدقوني انا عندي فيديوهات متصورة واقفة على المونتاج مش اكتر، بس مش قادرة لها بصراحة. بوريكم ان انا عندي إيه ليمون اهوت والفلفل، وكمان عندي ايه بواقي خيار، وطبعا انا بحطه في العلبة دي وبغطيها. الغطا بيحافظ عليها ان الخضار ما يتبلش بسرعة. وزي ما انتوا شايفين حاطه في قاع الطبق ده كده او المنظم ده كنت حاطه ايه ورقه كراسه بيضه. ليه بقى بتمتص؟ لو ما عندكيش مثلا ديت بديل لورق المناديل، فانا ما كانش عندي، فقلت يعني ايه اتصرف. بديل ديت بتمتص كده ايه المية، يعني طبعا علبة مقفولة فبتعرق وكده، فالورقة ديت بتشرب المية كده ايه من على الخضار. فشلت الورقة بقى القديمة المندية ديت، وحطيت ايه فوطة نظيفة خالص كده مش بستعملها ولا حاجة، قلت ايه الفوطة احسن وهتشرب ايه احسن معايا. وحطيت كده الفلفل وحطيت الخيار الجديد، وعلى الوش بقى ايه احط الخيار القديم استعمله. وكده معايا الفلفل الالوان برضو اهوت. طبعا الفلفل الالوان ليه فوائد كتير، واحنا في الشتاء ده لازم ندخله في الاكل كده ايه لاولادنا. والطماطم كمان مش بغسلها الا عند الاستعمال عشان ما تتبلش برضو. كده اهوت الحاجات اللي مش محتاجة اصلا غسيل بحطها ايه في المنظمات على طول. وكده ايه التفاح كده ايه هبدأ اغسله، وهجيب له ايه شوية خل، وطبعا غسلتهم اهوت عشان ما اطولش عليكم الفيديو، لان بصراحة انا كنت جاية مش قادرة اصلا ايه من السوق، والتصوير بياخد وقت ولسه هعمل غدا. كده اهوت بوريكم ان انا خدت منجاية هشيلها ايه في الديب فريزر، تبقى عندي برضو ايه من ضمن التفريزات. هنعمل النهاردة اكلة سهلة وسريعة، واغلب الناس اصلا ما يعرفوش لانها اكلة ايه من التراث، بس مش قادرة اوصف لكم طعمها بامانة، فيها طعامة مش قادرة اقول لكم. غسلت معايا ايه كمية رز ايه كده على قد الطاجن اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده، وجبت قطعة من الزبدة دهنت كده ايه الطاجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهحط بقى ايه فلفل على الرز كده اهوت، هتبل بقى ايه الرز كده ايه بالفلفل بيكون طعمه ولا اروع. انا كنت عملت معاكم الاكلة ديت مش فاكرة في القناة القديمة ولا القناة ديت، بس في اول القناة. ومعايا بيض مسلوق كده وحطيت عليه ايه ملح وفلفل. كده اهوت هحط ايه طبقة كده من الرز ايه في قاع الطاجن، وهحط بقى ايه البيض كأننا بنعمل ايه لحمة او فراخ او كده. وهبدأ بقى ايه اغطيه بالرز كده، وما بحبش طبعا البيض يكون ايه مكشوف علشان ايه هينشف معايا في الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبدأت كده ايه بحاول اغطي البيض بقدر الامكان زي ما انتوا شايفين كده، وبنزله لتحت. لو انت شايفة الطاجن معاكي يتحمل لسه باقي رز ولسه معاكي البيض مكشوف، ممكن تغسلي شوية رز تانيين وتجيبيهم. انا عملت كده للامانة. ولو واضح لكم ان البيض ايه اتغطى كده. وده اللبن اللي غليته معاكم ايه في اول الفيديو، حطيته ايه بس شوية ملح كده وقطعة من الزبدة، ولازم ايه شوية مية عشان يسوي الرز معايا. عفوا اسفة. كده اهوت وقطعة من الزبدة وهو لسه سخن، فالزبدة ايه هتسيح فيه كده.
وطبعا بندخله، انا بدخله في الفرن البوتاجاز على ايه، على الرف الاوسط، على نار عالية. وبشغله برضو ايه الشواية في الاول بياخد وش، وبعد ما ياخد وش بقى ايه بطفي الشواية واسيبه يكمل ايه لحد ما يتشرب خالص، يشرب كل اللبن اللي فيه ده، وبطلعه وهوريه لكم انا برده ازاي واخليه يكمل تسوية. كده خدت البطاطا ايه بعد ما باشت بقى الطينة اللي عليها وكده. انا ساعات بغسلها بليفة بس ساعات الليفة بتكون خشنة عليها ايه فبتجرحها من بره، فلقيتها هي كده كده ايه مش ماسك فيها الطينة، لان انا كنت مبوشاها فترة ايه كويسة، وبدأت اغسلها بقى ايه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهدخلها برضو على الشبكة جنب ايه طاجن الرز تستوي. بدأت اشيل ايه القطعة اللي في الاخر ديت والقطعة اللي في الاول كده اهوت زي ما انتوا شايفين. عفوا، اسفة جدا، مش قادرة امسك نفسي من الكحة. كده اهوت. وده طاجن الرز بعد ايه ما طلع كده من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفينه ما شاء الله، ما حدش يقدر يفرق فيه ايه اصلا من جوه، او حتى هو ما فيهوش اي حاجة وشكله عادي. بختبر بقى الرز كده بشوفه من النص، وزي ما واضح لكم ان ايه لسه عايز تسوية. هبدأ بقى ايه اشربه الزبدة كده، ولو ما إيه لو محتاج مثلا مية او كده، هو كده كده محتاج مية معايا بالشكل. طبعا لما بطلعه بدوق الرز فبعرف انه ايه محتاج مية ولا لا. ولو عندك مية بلبن ايه من الاول بتشربيه. دلوقتي انا جبت ايه شوية مية كده وبدأت ايه اشربه. هبدأ بقى ايه اشربه، بكون بقى عارفة هو محتاج تسوية قد ايه، وبحطه على قدها المية، وبعد كده بغطي وشه وبدخله ايه على نار هادية يكمل تسوية. كده ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده شكله بقى ايه بعد التسوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كنت هغرف بقى ايه بالطبق، قلت لا انزله بقى ايه كده مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. بدأت ايه ارفع معايا كده ايه بحرف المعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقة دي بتسهل عليا ان انا ايه انزله كده. واي رز بقى بيقع على الرخامة كده بنزله ايه على طول عشان ما يلزقش ايه في الطبق معايا. مش قادرة بقى امسكه لان هو بصراحة لسه طالع بنار الفرن سخن مولع. جبت بقى ايه فوطين قصاد بعض كده، وهنزل بقى بيه كده. ما شاء الله شايفين المنظر بقى، مش قادرة اقول لكم. شايفين ما شاء الله ولا اجمل، وكان طعمه تحفة 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 بامانة. جربيه ومش هتندمي. والبيض طالع زي ما هو سليم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت. وعملت بقى ايه جنب منه شوية سلطة كده وبطاطس محمرة وكده معايا ترشي. وفضل ونعمة من ربنا، الحمد لله، نشكر ربنا على كل حال. وكان طعمه ولا اروع بامانة، كان تحفة تحفة تحفة. جربيه وهتدعيله. شايفين البطاطا رغم ايه حجمها الكبير استوت وبقت زي الفل معانا. ويا ريت لو فيديو النهارده عجبك ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. سلام في رعاية الله احباب.